معانا وظيفه نصيه في نص المكان، وهدفنا من النقاش ده اننا نفهم ايه اللي بيخلي البرنامج كذا كده. طبعا رأس محمد دي ليها شهرة عالمية كبيرة. وثيقة محمد دي فاكر بتتكلم عن يعني الشعاب المرجانية بألوانها المبهرة، أسماك كتير مختلفة، والزرقاء الصافية. صحيح جدا. ده كله بيتسب زي ما مصدر ناس كتير قوي في حتة في العالم، سواء بيعملوا سنوركل أو حتى الغطاسين المحترفين بيدوروا على كنوز البحر الأحمر تحت المية. تحس إنه عالم تاني خالص. بالفعل. والموقع كمان يعني موقعه الجغرافي ده له دور مرتبط بأقصى جنوب سيناء عند التقاء خليج السويس العقبة. ده بيديها خصائص جيولوجية فريدة من نوعها، مش بس بتوصف جمال المكان، لا دي بتصنفها كمركز دولي للسياحة البيئية. التصنيف ده يعني وراه كلام كتير، مش بس عن الجمال، لا وعن المسؤولية، مسؤولية الحفاظ عليها، وده المصدر بيتكلم عنه كتير. طيب خلينا نتعمق في الوثيقة تعامل الوقت. يعني ده تمام. دي نقطة جوهرية فعلا. كلمة تنوع هنا مش كلمة عامة وخلاص. المصدر بيدي أمثلة واضحة جدا بتوضح قد إيه الحياة أدغى. زي يعني بيشير بوضوح للإنسانية أنواع مختلفة من السلاحف، سلحفاة القرمز أو سلحفاة القطار الصقر. دي بتيجي للشواطئ عشان تبيض في مواسم. السلاحف مشهورة. بالظبط. كمان الدلافين اللي بتظهر كتير في المية حوالين المنطقة، ده طبعا بيضيف سحر خاص لرحلات المريض. والموضوع مش بس حياة بحرية، لا. تمام. الوثيقة بتقول كمان إنها ممر مهم ومحطة راحة لأنواع كتيرة من الطيور المهاجرة، زي مثلا اللقلق الأبيض والنوارس بأنواعها، وده بيخليها مكان حلو قوي لجوان مراقبة الطيور. سلاحف ودلافين وطيور مهاجرة، كده الصورة بقت أوضح كتير عن التنوع ده. بس هل الموضوع حيوانات بس؟ لا خالص. الوثيقة كمان بتركز على التنوع النباتي والجيولوجي. تذكر الجبال اللي حوالين المحمية اللي بتدي خلفية طبيعية، يعني شكلها درامي كده. أكيد. والجبال دي كمان بتمثل بيئات مختلفة لكائنات برية صغيرة وزواحف. والأهم بقى اللي الوثيقة بتقوله عن غابات المنجروف اللي قريبة من الشط. آه المنجروف دي حاجة مميزة جدا. بالظبط. الشجر ده اللي بيقدر ينمو في المية المالحة بجذور متشابكة دي بيعمل نظام بيئي ساحلي معقد جدا، ويعتبر يعني حضانة طبيعية للسمك الصغير والقشريات، ومكان آمن لكائنات بحرية وبرية كتير. سبحان الله. فوجود المنجروف ده بيضيف طبقة تانية خالص من الأهمية البيولوجية للمحمية. المصدر بيربط كل الخليط ده، البحري والساحلي والجبلي، بيكونوا السبب في التنوع البيولوجي الرهيب ده، وبيأكد إن التفاعل ده بين الأنظمة البيئية المختلفة هو اللي بيخلي الحماية لازم تكون شاملة ومتكاملة. ذكرتي المنجروف، دي بيئة فريدة فعلا. التنوع الضخم ده اللي الوثيقة وصفته، ده بيخلي مسؤولية الحماية تبدو أكبر بكتير وأعقد. وده يرجعنا للنقطة اللي قلتيها في الأول، إن رأس محمد منطقة محمية. الوثيقة أكيد بتتكلم عنها. إزاي بتشرح المادة معنى كلمة محمية دي، وإيه تأثيرها العملي؟ المصدر هنا بيشرح المفهوم ده بوضوح شديد. منطقة محمية مش معناها بس قيود خلاص، لا، دي معناها إدارة واعية ومسؤولة للموارد الطبيعية. الوثيقة بتأكد إن الهدف الأساسي هو الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في الأماكن اللي بتعيش فيها. تمام. وعمليا بقى الحماية دي بتترجم لمجموعة قواعد ولوائح، يعني الكل لازم يلتزم بيها. زي إيه مثلا القواعد؟ بديهية بس مهمة جدا. أكيد. والوثيقة بتشير كمان لوجود أماكن مخصصة للسباحة والغطس عشان يقللوا الضغط على المناطق الحساسة أوي، وضرورة إن المراكب تستخدم عوامات الربط المخصصة بدل ما يرموا المرسل اللي ممكن تكسر الشعاب المرجانية. دي حاجات دقيقة بس أساسية. إذا القواعد دي واضحة ومحددة عشان الحماية تكون حقيقية. ده مهم قوي. طيب
هل الوثيقة بتقول ازاي القواعد دي بتتنفذ او بتتراقب؟ المصدر بيلمح لوجود إدارة للمحمية، وفي دوريات تفتيش بيكون بيها حراس البيئة الرينجرز يعني، عشان يتأكدوا إن الكل ملتزم بالقواعد. مظبوط. كمان بيركز على دور المرشدين السياحيين ومراكز الغطس في إنهم يوعوا الزوار بأهمية القواعد دي وإزاي يتصرفوا بطريقة صديقة للبيئة. الفكرة الأساسية اللي الوثيقة بتقولها هي إن الحماية دي مسؤولية الكل، مش بس السلطات، لا، دي مسؤولية كل واحد بيزور المكان. مسؤولية مشتركة يعني. بالظبط. والهدف الأكبر زي ما النص بيأكد كذا مرة هو إن الكنز الطبيعي ده يستمر للأجيال الجاية بنفس الجمال والروعة اللي بنشوفها دلوقتي. الحماية هنا تعتبر استثمار للمستقبل. فكرة الاستدامة والمسؤولية المشتركة دي في منتهى الأهمية. ويبدو كمان إن التجربة هناك مش مجرد استمتاع بالطبيعة وخلاص. الوثيقة بتقول إن الزوار بيتعلموا في المتنزه عن الطبيعة والحياة البحرية. هل في تفاصيل أكثر عن الجانب التعليمي ده؟ إيه اللي ممكن الزائر يتعلمه هناك بالضبط؟ أكيد. الأغلب التعليمي ده جزء أساسي من تجربة رأس محمد زي ما الوثيقة بتعرضها. الموضوع أكبر من مجرد إن الواحد يعرف أسماء كام سمكة ملونة أو نوع من الشعب المرجاني. النص بيقول إن في مركز للزوار بيقدم معلومات تفصيلية عن جيولوجيا المنطقة والنظام البيئي البحري والأنواع المختلفة اللي عايشة فيه، وأهمية الحفاظ عليها طبعا. معلومات قيمة. والمعلومات دي ممكن تكون حسب ما نفهم من النص شرح لدورة حياة السلاحف مثلا، أو طرق هجرة الطيور اللي بتعدي على المنطقة، أو حتى شرح للمخاطر اللي بتهدد الشعب المرجانية في العالم كله زي الانبياضات وتأثيرات التغير المناخي. يعني وعي بيئي شامل. تماما. والأهم من ده كله زي ما قلنا قبل كده الوثيقة بتؤكد إن الثوار بيتعلموا كمان إزاي يحموا البيئة. ممكن ده يكون عن طريق ورش عمل صغيرة أو لوحات إرشادية بتوضح الأمور، أو ببساطة من خلال الكلام مع المرشدين البيئيين. الهدف إن الزائر يتحول من مجرد واحد بيستمتع بالمكان لواحد مشارك وواعي بضرورة الحفاظ عليه. إثراء التجربة بالمعرفة البيئية دي فكرة ممتازة فعلا. لكن الوثيقة بتضيف بعد تاني ولفت نظري للحقيقة، وهو التعرف على ثقافة البدو المحلي. ده يبدو أنه بعيد شوية عن التركيز على الطبيعة. إزاي الوثيقة بتربط بين الجانبين؟ دي نقطة فعلا مميزة وبتضيف عمق للتجربة زي ما الوثيقة بتوصف. النص مش بيفصل بين الطبيعة والثقافة المحلية، لا، هو شايف إن في ارتباط قوي بينهم. إزاي؟ المصدر بيقول إن المجتمعات البدوية عايشة في المنطقة دي من زمان أوي، من أجيال، وعندهم معرفة عميقة بالبيئة سواء الصحراوية أو الساحلية، وعندهم تقاليد ورثوها عن أجدادهم للحفاظ عليها. آه، يعني هم جزء من المكان نفسه. بالظبط. الوثيقة بتلمح لإمكانية إن الزوار يقابلوا البدو أو يزوروهم عشان يتعرفوا على طريقة حياتهم. يمكن يزوروا خيمة بدوية تقليدية أو يشوفوا الحرف اليدوية بتاعتهم، أو حتى يسمعوا حكاياتهم وتاريخهم المرتبط بالمكان. ده شيء جميل. التفاعل ده زي ما الوثيقة بتقول مش بس بيخلي تجربة السائر أغنى من الناحية الثقافية، لا، ده كمان بيزود فهم أهمية دعم المجتمعات المحلية كجزء من منظومة السياحة البيئية المستدامة. يعني بيربط بين حماية الطبيعة واحترام وتقدير الثقافة الإنسانية اللي نشأت وتكيفت معاه. فهمتي؟ اللي الوثيقة ذكرتها. إزاي ممكن نلخص الجاذبية الكلية لمحمية رأس محمد؟ إيه الانطباع الأخير اللي المادة بتسيبه عند اللي بيقراها؟ الملخص اللي الوثيقة بتقدمه في الآخر بسيط أوي بس معبر جدا. بتوصف رأس محمد بأنها مكان رائع لكل من يحب البحر والحيوانات والمناظر الطبيعية اللي فيها. أعتقد ده بيجسد جوهر جاذبيتها مختلفة الأول. هي مش مجرد شط حلو أو مكان غطس مدهش وخلاص. لا طبعا أكتر من كده بكتير. بالظبط. بناء على التفاصيل اللي في النص هي مكان بيلبي رغبات مختلفة، اللي بيدور على المغامرة والإثارة في أعماق البحر، واللي بيحب الطبيعة البكر والتنوع البيولوجي الفريد، واللي عايز يسترخي ويتأمل في هدوء المناظر الطبيعية الساحرة، واللي مهتم يتعلم ويكتسب معرفة جديدة عن البيئة وثقافة الداخل. شاملة جدا. فالوثيقة بترسمها كوجهة بتقدم تجربة شاملة بتجمع بين الجمال الطبيعي الخام والوعي البيئي والتواصل الإنساني، وده اللي بيخلي قيمتها أكبر بكتير من مجرد موقع سياحي عادي. إذا رحلتنا دي من خلال تفاصيل الوثيقة وضحت لنا إن محمية رأس محمد مش بس حتة جميلة على الخريطة، لا،
دي نظام بيئي كامل فيه تنوع بيولوجي مدهش في البحر والبر، وهي منطقة محتاجة حماية قوية ومسؤولية من الكل عشان تستمر. وكمان هي مكان فريد للتعلم عن البيئة والتفاعل مع الثقافة، ده اللي بيخليها مميزة بجد. تماما. يمكن الفكرة الأعمق اللي الوثيقة بتسيبنا نفكر فيها هي التحدي المستمر والمعقد بتاع التوازن ده. توازن بين ايه وايه؟ يعني إزاي مكان بالجمال ده كله والأهمية البيئية دي والمصدر مصر وتفاصيله يقدر يستقبل أعداد كبيرة من الزوار اللي جايين يستمتعوا بيه، وفي نفس الوقت نضمن حماية الجمال ده والنظم البيئية الحساسة دي من التأثيرات السلبية للأعداد الكبيرة. دي معادلة صعبة فعلا. جدا. وإزاي نحقق التوازن الصعب ده مع ضمان احترام ودعم ثقافة وطريقة حياة السكان المحليين اللي هم جزء أساسي من هوية المكان التاريخي زي ما الوثيقة أشارت. دي معادلة دقيقة محتاجة حكمة وإدارة مستمرة. هو مش تحدي خاص براس محمد بس، لا، دي مشكلة بتواجه كنوز طبيعية وثقافية كتير حول العالم في سعيها للاستدامة الحقيقية. السؤال ده عن إزاي نحقق الانسجام بين الإنسان والطبيعة والثقافة هو يمكن أهم نقطة نفكر فيها بعد قراءة